والسلام عليكم ورحمة الله. كيفكن يا أبطال؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بعرف حالي تأخرت عليكم من الفيديوهات، بس كان عندي شوية مشكلة. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن أقوى 10 نصايح رح يختلف لعبك تماما. أولا، اختار السماعة الصح. يا شباب، السماعة كتير مهمة. يعني أغلب انتو إذا بتشوفوا أغلب المحترفين وأغلب اليوتيوبرية بيعرفوا مكان اللاعب وبيضربوا بري فاير قبل ما يوصل لعنده اللاعب، قبل ما يشوفوه اصلا. هذا كله بيعتمد على السماعة، وخاصة اذا بتلعب سولو سكواد. بحيث يعني عم يبش عليك مثلا 4 اشخاص، انت كيف بدك تعرف هاد وين، هاد فوق، هاد تحت؟ السماعة كتير مهمة، وخاصة بالسولو. انا ما عم لك تشتري لك سماعة كتير غالية، ولا عم لك يعني تشوف لك سماعة تكون ظريفة. جرب لك كم سماعة حتى تلاقي لك واحدة ممتازة. تجربها على الببجي تلاقي تحس يعني انه خلص تمام. تعرف العدو وين، تعرف مثلا مو لدرجة 200 متر و300 متر، هذا الكلام كذب. اقل شيء يعني مثلا اذا انت كنت تحت بالمبنى، تعرف هو مثلا اخر طابق بالنص، عندك تحت. يعني هاي الشغلات أهم شي. فالسماعة جدا مهمة. ثانيا، زر الحركة أو في ناس تحكي له الجويستيك. يا شباب هذا كتير مهم كمان، انك تعرف تزبط مكان الزر. يعني لا تنزله تحت كتير ولا ترفعه لفوق كتير، وتكبره وتصغره. انا عامل فيديو قبل هاد، عامل شارح فيه عن زر الحركة، وين تحطه وكم الحساسية تبعيته وكم حجمه. فهذا كتير مهم هذا الزر. وثالث نصيحة راح أعطيكم إياها يا شباب، لا تفعلوا الانزلاق بالساحة. ليش؟ رح لكم ليش. لأنه أنت مثلا لما تدخل ساحة بدك تلعب ساحة، يعني شيء طبيعي، أو 80% 90% من اللاعبين بيدخلوا بيحموا بالساحة وبعدين بيكملوا مثلا كلاسيك. أنت لما تفعل انزلاق، شو ما كان معك سلاح ومعك انزلاق، بتحسن تشيل خصمك. هذا الشي غلط يا شباب. انت ليش؟ لقلك ليش. لانه بالكلاسيك ما عندك انزلاق، فلازم لما تدخل الساحة تلغيها هاي الميزة، بحيث انت تتعود على الفايت. اللعب النظامي الكلاسيك هو هذا الانزلاق اصلا لازم كله ما موجود. ورابع نصيحة يا شباب، لا تاخذوا حساسية من حدا، لا يوتيوبر ولا اي محترف. بكل بساطة، لأنه مثلا اليوتيوبر مثلا حامل ايباد وانت حامل موبايل، يعني حساسيته أكيد غير حساسيتك، حجم موبايله غير، وزنه غير، لعبه هو طريقة لعبه غير، إعداداته غير. فلازم انت لحالك تسوي إعداداتك وتسوي حساسيتك لحالك، وما تاخد كود من حدا ولا تاخد إعدادات من حدا، إلا يعني إذا كان نفس الجهاز وحابب انت مثلا تسوي نفس الحساسية وتتعود عليها، ممكن تزبط معك. وخامس نصيحة يا شباب، العبوا سولو سكواد. السولو سكواد رح يقوي لعبكم بشكل مو طبيعي. رح يخليك تعتمد على حالك، تفكر صح، تحسب حساب كل شي، ما تعتمد على والله رفيقك وراك، يلا صاحبك بيمشلك مثلا بيساعدك. يعني السولو سكواد كتير بيقويك، ورح تلاحظ فرق كتير كبير بعد فترة. أول فترة رح مثلا ما يعجبك الوضع، شوي شوي رح تصير تتعلم. وسادس نصيحة يا شباب، لا تخاف. يا شباب يعني من شو بدك تخاف؟ يعني مثلا انت لما يكون في ضدك مثلا سكواد كامل، طب ماشي، ليش رح تخاف؟ انت كيف بدك تحسبها؟ احسبها انه هي بالنهاية لعبة. يعني طب ماشي، يعني لو خسرت شو صار؟ هيك بدك تحسبها. ما تتوتر، ما تخاف، يعني بالنهاية اللي ضدك كمان هو إنسان مثلك مثله. عرفت؟ يعني هاي الشغلة بدك تحاول قد ما فيك تخففها أو تبطلها كمان كلياتها، وخلي على طول يعني قلبك قوي، وتبش بس تبش بذكاء. وسابع نصيحة يا شباب، فكر قبل الفايت. بس مو والله يعني تفكر قبل الفايت يعني بتروح بتكمبر وبتضل مكمبر تحت الحشيش لحتى يجيك واحد وبتشيله غدر لا، مثلا باش عليك سكواد، أه، بس اهم شي مثلا تعرف كم واحد، شو معهم اسلحة، كيف تحسن مثلا تشيل واحد واحد وحدك تشيلون.
بس بدون كمبرة يعني. وتامن نصيحة يا شباب هي البري فاير. البري فاير جدا مهم، يعني احيانا بيخليك تخلص الفايت بدقيقتين، يعني وبيسهل عليك الفايت كتير. المهم انت مثلا تسمع صوت اللاعب جاي لعندك، قبل ما يجي لعندك بثانية اضرب مثلا على المكان اللي هو بده يطلع منه، اضرب، رح يطلع رح ياكل دمج قبل ما يشوفك. اما تاسع نصيحة يا شباب، لا تنزل بنص المود او بنص المنطقة يلي انت باشش فيها، على طول خود الاطراف، حاول تاخد طرف زاوية يكون ما في وراك حدا، ومثلا خليك تمشي باتجاه واحد، ما تنزل بنص الفايت ويمين ويسار في ناس، يعني بتصير صعبة عليك. واخر نصيحة يا شباب، راجع لعبك وتعلم من اخطائك. يعني كيف؟ مثلا لعبت مثلا جيم سولو سكواد ومتت، تمام، مو تخلص الجيم وفورا تفوت الجيم اللي بعده، لا، مثلا هديلك شوي هيك 5 دقايق، آه، عرف ليش متت، مثلا راجع تذكر مثلا لو عملت هيك انا شو كان صار، طيب لو سويت هيك طب انا شو الغلط اللي غلطته، آه، يعني مشان تعرف حالك انت شو غلطت، بحيث المرة الجاية ما تعيد الغلط. وان شاء الله مرة على مرة رح تلاقي في فرق كتير بلعبك، وبتصير تتحسن تلقائيا، يعني لحالك تصير تتحسن ان شاء الله. وهيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم وتطبقوا النصايح وتستفيدوا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك، بدنا نوصل ل1000 مشترك بوقتكم يا شباب. كان معكم مازن، بتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.